سي عبد اللطيف، معناتها باش نحكيو على برشا حكايات، منهم حكايه التعويضات اللي تحكيت للمساجين. اي معناتها واحد كيفك انت خاطر شد وزير باش يتحرم من التعويضات. لا، مش قضيه حرمان هي. اي خليني نوضح لك ساعه مثلا. برشا ناس استهزئوا ولا استخفوا بالعذابات اللي عاناها السجين. راهو وقت اللي هبطوك ان شاء الله لطف عليك المحانه، وقت اللي هبطوك البوليسيه نتاع من الدوله يهبطوك للكاف للتعذيب، ولا يجيبوا الفاليز نتاع الضوء باش يعطوك ساقه، ولا يعصبوا لك عينيك ويصلبوك من ساقيك باش يهبطوا لك راسك في برميل نتاع ماء، والا راهي ماهيش بسيطه. وبالتالي الحديث اليوم يلزم يكون عليها بكثير من الاحترام. هذوما ناس كان بامكانهم يحيوا بن علي ويقولوا له راك باهي وراك كذا، ويعيشوا معاه وينتهزوا ولاو مسؤولين ومديرين وكذا. ذنبهم انهم في وقت من الاوقات قالوا لا لي بن علي، هو طالب وهو تلميذ وهو استاذ وهو قيم وهو طبيب، قال لا لي بن علي. فالناس هذوما ضحاوا وتحملوا. الان شنو موجود فيهم؟ فيهم من استطاع ان يستأنف الحياه نتاعو، شد صحيح وخدم وعمل راس مال ولا كذا ولا كذا، لا باس، ولا هاجر ولا كذا. وفيهم اللي بعد عدى 10 و15 و16 سنه، اما خرج معاق، خرج يلقى زوجته طلقوها له، خرج يلقى ذريه شردوهم له اصبحوا كذا، وما خلوش يخدم لانه هو معاق ولا ما عندوش مؤهلات، لانه وقت اللي طرد ولا تشد كان تلميذ ولا كان طالب سنه اولى، ما عندوش اي تاهيل يخليه يخدم. الناس هذوما اليوم مسحوقين، يعني مش لاقين باش ياكلوا، مش لاقين باش كذا. هل ان التونسيين، لانه نقولوا الدوله نقولوا توانسه، هذوما يلزم يتلفتوا لهم باش يضمنوا لهم عايش كريم، والا لا. التوانسه قالوا ايه، وتجسد ذلك في المرسوم اللي اصدرته الحكومه السابقه. اليوم في تطبيقه نرى كيف نطبقه، اللي معناها لانه مش ممكن انه تجيد الانسان تعذب 10 و15 سنه، وهذا فقد عينه وهذا فقد يده وهذا فقد كذا، باش تقولوا نعوض لك، راك مستحيل تعوض له، لانك انت ماكش باش تنجم ترجعوا شاب 20 سنه ويخوض مستقبله جديد ويكون مثلا استاذ جامعي كما حب او مهندس ناجح او كذا، ما تنجمش تعوض له. كل ما هنالك انك انت باش تعطيه ما يضمن له نوع من العيش الكريم، باش ولدك يحتاج حاجه يلقى له باش يعطيه، والا الى غير ذلك. اليوم كيفاش باش يتنفذ هذا؟ فيه مرسوم، نشوفوا الاموال هذه منين نجيبوها، مش بالضروره باش تعطيها الدوله. نجموا الكرماء من التوانسه واللي مقدرين التضحيات هذه يشاركوا في صندوق. فما شكون يقول ما نحبش شكون من برا يتبرع لحفظ كرامه الدوله التونسيه، لانه لازم التوانسه يتبرعوا. فما شكون طيب اذا مصرين انه الدوله التونسيه ندفع عن اقساط بسيطه لا تمس الميزانيه وهكذا. انما التوظيف السياسي هو اللي خلى الموضوع هذايا موجود في وقت اللي البلاد في ازمه، معناتها يقول لك فما اولويات. هو اللي مضرور هذاك. تو ما جات ناس واعتصمت قدام التاسيسي، الحكومه تلقى روحها في توازن صعب، ورغم ان الحكومه ما قررت حتى شيء، لا قالت قداش باش تدفع لهم ولا كيفاش ولا وقتاش ولا مش شكون يدفع، قام كلام بدون اي هو بصراحه قام بسبب تصريحات عضو سابق في الحكومه، معناتها ليس من فراغ. العضو السابق سي حسين قال كلام من باب التقدير الشخصي، يعني ما قالش لو قررنا عملنا كذا وكذا، وهو يتحمل مسؤوليته في كلامه وما نجر عليه. اما حتى شيء يعني ما تقرر، ولابد ان كانت يعني ستطبق بالطريقه التي لا تضر لا بالميزانيات، بل بالعكس يستحسنوها التوانسه وتلحم الجرح اللي موجود ما بيناتهم. انا نقول لكل المتداخلين في الموضوع حذاري من ان نعبث بهذا الجزء الناصع من تاريخ بلادنا، ان نقولوا بلادنا كان فيها شباب وكان فيها رجال وكان فيها كذا. قالوا في وقت بن علي اللي هو في عنفوان وقالوا له لا، حتى بورقيبه معناتها نرجعوا حتى بورقيبه اي وقت اللي كان بن علي في عنفوانه ما عندناش امثله سلبيه. عندنا مثال ايجابي نحب انا نحكيو عليه شويه، معناتها من 91 ل 2001 شديت الحبس وخرجت وانت كيفاش وقتها تشديت تقرا طب انترن. انا وقت اللي خرجت ما من المفروض حياتك تتدمر، لكنك كبشت وعملت ضربات جوع وكملت قرايتك بالسيف.
بالسيف على بن علي. بالسيف على بن علي. لين وليد دكتور. بالسيف انا كان تسمح لي نقول لك الحق. انا في الاصل كنت نعمل الانترنا نتاعي في 87. في 84 85 عملت روتري ديسكريبسيون لان انشغلنا في تاسيس اتحاد الطلبه. بعدين رجعت كملت نورمالمون 87 88 ندخل نعمل الانترنا نتاعي. اجلتها الانترنا، زدت عملت روتري ديسكريبسيون في الانترنا لاني انتخبوني زملائي امين عام لاتحاد الطلبه. كملت الموندا نتاعي في 91 قررت باش نرجع للانترنا. في 87 اعتقلت بقيت 7 شهور او 8 شهور وجاء الانقلاب نتاع بن علي. خرجت وعملت انسكريبسيون في الانترنا ثم سحبت لانه انتخبوني. في 91 رجعت الانترنا قعدت كيلكو موا واعتقلني بن علي. عديت ل 10 سنين خرجت باش نعاود ما حبوش. دونك اش مشيت عملت انا خاطر عامل قبل انسكريبسيون دوا في كليه العلوم. رجعت وعملت انسكريبسيون سريه في كليه العلوم. فهمني؟ فكنت ندخل ونخرج كليه العلوم في يعني ظروف طريفه جدا. فهمتني؟ عملت عام واش نجحت في البريمير اني دوا وبديت نعمل في الميموار العام الثاني البحث والميموار. بعد قرابه 7 شهور عمل فقوا بي وقفوني على الدواء. الامن ما خدمش مليح. مخر. هو استدعاهم جاوا زوز، انا وصفوا لي المشهد وقت الفقوا بي جاوا زوز ضباط من الداخليه مشاو رئيس الجامعه وناداو العميد وناداو نائب العميد وناداو لي زونكادرور وناداو الكورديناتريس تاع التروزيام سيكل وقالوا لهم كيفاش تقريوا في واحد كيف هذا. وكلام كبير صار واللي يصمد معناها ثم نساه صمدوا. انا نوجه لهم تحيه مدام جنات بن حميده هذه الكورديناتريس تاع واحد قالت لهم معناها جاب ان دوسيي سونتيفيك كنا جوجي ولقيناه فالابل واعطيناه دواء ودليل على ذلك انه نجح ولاباس وكذا. وكذلك هذه لونكادرور نتاعي مدام ميشيل فيرونيك الماي كذلك. فبعد ذلك هما منعوني من مواصله الدواء. انا مشيت عديت مده وكنت نحارب على الانترنت ولكن شاد يدي بالدواء. عندما منحوا لي الدواء عندي واحد زميلي معايا قال لي زايد انا مش نمشي نعمل تجاره. انا قلت له كما قال سيدنا يعقوب وقت فقد ولده الثاني وكان يلوج على ولده الاول كيف فقد ولده الثاني قال عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. قلت له انا عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انا راي مش نرتاح شويه وبعدين مش عملت ضرب جوع ب 54 يوم واضطر بن علي باش يتنازل ويخليني نعملهم الزوز والحمد لله. انا نجمت نعمل هكا لكن غيري ما نجمش. يعني كانت الظروف صعبه جدا وخاصه ثم ناس عدات سجن اكثر مني بياسر. يعني ناس 16 و17 سنه فهمني وثم اللي دمروا له عائلته. انا زوجتي مثلا هذا ثم مدير الاستعلامات كان قعد سنوات يستدعيها يوميا يخليها من الصباح لليل في كولوار قاعد على بنك ولا يدخل يرمي في الكلام ولا يخرج. شنو هو المطلب؟ طلق راجلك. طلق راجلك. وانا زوجتي معناها كانت مع عائلتها والحمد لله وربي ساندها وثبتها. لكن ثم برشا عائلات طلقوهم من بعضهم بل ثم برشا زوجات ضغطوا عليهم باش يدخلوا عالم مش هو بالضغوط. ثم زوجات كانوا يمشيوا لعقاب السوق باش يلموا بقايا الفلفل والطماطم باش يعملوا طرف عجه ولا كذا لاولادهم. فعمليه تدمير ممنهج. احنا في السجن شنو عملوا لنا؟ جابوا لنا خبراء نفسانيين باش يعملوا لنا عمليه تدمير نفسي مدروسه كذلك مدروسه. مستحيل تتعدى لك حاجه فيها خبر ايجابي. دائما لا ياتونك الا بالحاجات اللي فيها سلبيات وفيها كذا وفيها كذا. ونهار اللي يشوفوك تضحك وصلوا نهار يشوفوك تضحك انت مطالب من طرف عون السجون باش تفسر الضحكه نتاعك علاش ضحكت. فهمت؟ فعمليه تدمير ممنهجه ويجب ان يفتح هذا التاريخ. يعني ما كانش السجين قاعد في بلاصته على الاقل مسكر عليه الباب ومخلينه لا كان مستهدف بالساعه بالليله مثلا. جاوا سكنونا في جناح الاعدام. انا اتصور انت بيت اعدام وبيت معناها جماعه النهضه والحمد لله عملنا معهم علاقه ممتازه جماعه الاعدام
وفيهم برشا ناس الجريمه نتاعو ارتكبها تحت تاثير الغضب، يعني مش مجرم هو بطبيعته ولكن غضب فقتل والعمل. صارت علاقه طيبه ومعناه صبرناهم وصبرونا والى غير ذلك، لكن هو في حطانا معاهم كان يهدف الى تعذيبنا. ثم الناس هزوا حطوهم في الغرف نتاع الشواذ جنسيا وحرضوا عليهم الشواذ جنسيا الخ الخ الخ، فكانت عمليه تدمير. انا ادعو كل الاخوه الاعلاميين وحتى السياسيين عندما يتناولوا قضايا هؤلاء أن يتناولوها بكل حرية، يقولوا وش يحبوا لكن بكثير من الاحترام والتعاطف، لأن هذا جزء مؤلم ولكنه مشرق كذلك في تاريخنا معنا. واضح، معناتها يلزم على الأقل شوية احترام، ما نسيسوش كل شيء، فما مآسي إنسانية يعني اللي واحد ما يدخلش في اللعبة السياسية فقط. السيد عبد اللطيف المكي وزير الصحة، شكرا لك، نورتنا ليلة في لاباس. يعطيك الصحة. شكرا لك. يعطيك الصحة سعد السيد، بارك الله فيك. بعد شوية باش نواصلوا معكم في لاباس، عنا لكم مفاجأة بعد الفاصل.